رياضي هاوي اتحاد النعامة تتمثل في السادة بشير حمزة، عزاز هواري، بن ناعم عبد المجيد، كبير محمد، والخدوم عز الدين، حيث تم اعتزاز نائب الرئيس وامين المال بشير حمزة. في بداية الأمر نقول شكرا جزيلا على الجمعية العامة على استقالة دعائي شخصي، وشكرا كل من طارق باب داري باش نكون اليوم على رأس هذا النادي. الحمد لله يا ربي، نزيد نشكرهم ثانية، شكرا جزيلا على استقالة دعائي شخصي. الأهداف فيما يخص الأهداف، رسميا احنا مسطرين أهداف. كاين أهداف على مستوى على المدى القصير، كاين أهداف على المدى المتوسط. ان شاء الله بقدره السميع العليم غادي ان شاء الله ربي يوفقنا اننا الحاجه الاولى نكونوا فريق تنافسي اللي يقدر يسير هذا النوع من البطولات، بطوله القسم الوطني الثالث او ما بين الجهات بما يسمى. اثنين، مرور الوقت نشوفوا رواحنا وعلى حسب الاستقدامات، ونشوفوا رواحنا اذا قدرنا اننا نلعبوا الادوار الاولى وكان بالامكان حسب الظروف واش نستقدموا واش نديروا. اذا كان نلعبوا الادوار الاولى غير مانع، وهذه هي معظم الاهداف اللي سطرناها. الحاجه الثانيه، احنا جينا على راس هذا النادي الرياضي لمدينه النعامه. الحاجه الاولى اقولها واعيدها، اننا نرفع بالرياضه وكره القدم. المدينه هذه عندها يمثلها كثير من المدن في الوطن، مدن كما النعامه راهي عندها فرق تلعب في المحترف الاول ماشي ما بين الجهات. لازم اليوم حان الوقت اننا نوضوا باش نرفعوا قيمه الرياضه في هذا، اولا في هذه المدينه، ثانيا ان النعامه يكون عندها فريق على مستوى اعلى من اللي راه به. اليوم انتخاب الرئيس الجديد لفريق اتحاد النعامه. الحمد لله اليوم اللي اختارت الجمعيه العامه الانتخابيه السيد عماره محمد كرئيس للفريق الجديد. ان شاء الله النيه الصافيه والنيه الحسنه لهذا الفريق ان الناس تعمل مع بعضها وتنهض بالرياضه في ولايه النعامه، ويكون ان شاء الله الهدف انها يكون فريق ان شاء الله للصعود. ونتمنوا الايجابيات تكون في الرياضه، والنظره تاع الرياضيين يعاونوا الفريق اذا كان في المراتب الاولى كان قريب للصعود. نتمنى من السلطات انها تقدم اضافه للفريق.